في فيديو النهاردة هنعمل 4 أنواع صوص من صوصات المطاعم أساسية جنب أي ساندوتش. هنعمل صوص الرانش، صوص الهاني ماسترد، والبيج ماك صوص، والسويت شيلي صوص. أكتر واحد مفضل فيهم بالنسبة لي السويت شيلي صوص. هنعملهم بطريقة بسيطة وسريعة جدا. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنعمل صوص الرانش. هحتاج نص كوباية مايونيز، ربع كوباية زبادي أو ساور كريم، أو تقدروا كمان تستخدموا لبن رايب، نص معلقة صغيرة بودرة ثوم، بودرة بصل، وشبت مجفف. هقلبهم كويس. هزود عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. هنقلبه كويس ونسيبه في التلاجة نص ساعة مثلا عشان يبقى طعمه أحلى، وخلاص جاهز كده. تعالوا بقى نعمل صوص البيج ماك. هحتاج نص كوباية مايونيز، 3 معالق كبيرة مستردة، معلقتين كبار مخلل خيار مفروم، معلقة كبيرة بصل مفروم، ربع معلقة صغيرة بودرة بصل، ربع معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة خل، 3 معالق كبيرة كاتشب. هنقلبه كويس ونسيبه في التلاجة قبل الأكل مثلا نص ساعة عشان يبقى طعمه أحلى. تعالوا بقى نعمل الهاني ماسترد. هحتاج ربع كوباية مايونيز، ربع كوباية مستردة، ربع كوباية عسل، نص معلقة صغيرة توم بودرة، وربع معلقة صغيرة بابريكا. هزود عليهم رشة ملح. هقلبهم كويس وكده خلاص جاهزة معانا. عشان نعمل بقى السويت شيلي صوص هحتاج كوباية مية، هزود عليهم نص كوباية سكر، ربع كوباية خل تفاح، ولو مش موجود عندكم استعملوا خل عادي، معلقة صغيرة بابريكا، فصين توم مفروم، رشة ملح. هقلب ده كله وهرفعه على النار. هسيبه يغلي، وبعد كده هزود 3 معالق كبار هريسة أو فلفل أحمر مفروم. عملنا الهريسة مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هسيبهم يغلوا دقيقتين. بعد كده هزود عليهم معلقة نشا كبيرة متدوبة في معلقتين مية عشان الصوص يبتدي يتقل معانا. هقلبه كده، وأول ما يغلي غلوة هرفعه من على النار. هنقله بقى في حاجة عشان يبرد. تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نحافظ على الصوصات دي. هبتدي احط كل واحدة منهم في علبة محكمة وهغطيها كويس. مدة صلاحية الصوصات دي أسبوع في التلاجة. اهم حاجة ان احنا نحطها في علبة محكمة وناخد منها بمعلقة نظيفة كل مرة. السويت شيلي صوص هو المكون الوحيد فيهم اللي يقدر يفضل شهر في التلاجة. جربوهم، هستنى رأيكم. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.